السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، أهلا بكم في قناة خالد. وده أخويا هو بس كان جيت النهاردة عشان يعرفنا إزاي نعمل محتوى على اليوتيوب ونبقى قناة ناجحة. وجاي يشرح لكم النهاردة، يعني هو يقول الفكرة وأنا هشرح وأنا أقول الفكرة وهو يشرح. إن شاء الله تستفادوا من الفيديو ده. يلا نبدأ. 4 حاجات تبقى قناة ناجحة باليوتيوب. نبدأ مع أول حاجة وهي إزاي تعمل فيديو صح، فيديو مفيهوش غلطة. ويشرح لكم الكلام ده أخويا هو بس كان. والله قبل ما نبدا الكلام دوت ده لازم اشكرك على الضيافه الحلوه دي في قناتك. ان انت يعني ضيفتني في القناه بتاعتك والله ده شرف. ايوه انا عارف. انا في المهم الوقت كده سؤالك كان ايه؟ ازاي نعمل فيديو صح في اليوتيوب؟ ازاي نعمل حاجه صح؟ انت عايز تقصد يعني انت عايز تعرف ايه هي عناصر بناء فيديو قوي؟ وقناه قويه. ما هو الفيديو القوي قناه قويه. تمام. الاثنين واحد. عشان تبني فيديو قوي لازم تهتم بعاملين اساسيين وفي عوامل ثانويه. لا سيبك من الثانويه، خليك في الابتدائي. ما انا انا هبدا بالاساسيه. ماشي. طيب اول عامل اساسي لبناء فيديو قوي هو الفكره. عشان هبني على فكره عشان هما برضو ناس صح. الفكره ديت يعني من الاخر كده دي فكره صح، فكره الناس بتدور عليها فكره. ولو انت مش عارف يا اخي روح على البرنامج اللي هو اسمه برنامج بيجيب افكار. اسمه هو مش برنامج، هو موقع بس نقدر نقول على برنامج برضه. ايوه عادي، برنامج فيد اي كيو. المهم اول حاجه زي ما قال لكم نعمل فكره قويه. يعني فكره قويه يعني نكتب على البرنامج ده مثلا ازاي تبقى مثلا هجيب فكره هجيب فكره او على البرنامج. انت هتجيب عندك مثلا فكره عامه زي مثلا ازاي اصيد سمك من البحر. كتبت على البرنامج كتبت عليها بحث على البرنامج. هتعمل ايه؟ طبعا البرنامج هيقول لك ايه؟ هتجيب صناره او صوت او تجيب شبكه وقلم والكلام ده. هو هيبقى يجيب لك ايه؟ اقتراح للاسم والكيكه دي عليها كام نسبه بحث، هتنجح ولا لا. فهيجيب لك حاجات هتساعدك جدا البرنامج ده. تاني حاجه معانا اللي هو تاني عنصر معانا من العناصر الاساسيه هو الصوره المصغره. يعني ايه صوره مصغره؟ يعني من الاخر كده الصوره اللي بتبقى من وش الفيديو. عمرك سالت نفسك ليه الناس بتهتم بيها؟ عشان الصوره دي بنسبه 99% هي اللي بتخلي الناس تشاهد الفيديو، الا اذا كنت عندك جمهور. طبعا اللي هنتكلم عنه كمان شويه. طبعا الصوره المصغره هي من اهم العوامل لنجاح الفيديو، وهي اكتر شيء له عامل لنجاح الفيديو. واختيار الفكره واختيار الصوره المصغره هي يعني عاملين دول او العنصرين دول عنصرين يعني بيكملوا بعض. يعني ما نقدرش نستغنى عن واحد. انت ممكن تعمل صوره فعلا حلوه من غير بس موضوع معلوش بحث فمش هيجيب برضه. يعني بتاع الصوره على الفاضي. فالاثنين لازم تهتم بيهم. تمام. النقطتين دول انتهى. طب واحد يقول لي انا عملت فيديو حلو وجبت فكره جميله واستمريت. طبعا الحقيقه احنا هنتكلم عنها دلوقتي، الاستمراريه. واستمريت وما نجحتش. لازم تعمل حاجه تحب الحاجه دي. تحب الحاجه اللي انت بتعملها، مش شرط يوتيوب، اي حاجه في حياتك تحبها وتتمسك بيها. ايوه انت عارف ليه لازم تحب الحاجه؟ عشان تعملها باتقان، عشان ما تتعبش وانت بتعملها. انت بقى مثلا كده هوايتك، انت بقى تمنتج كده مثلا. الواحد لما يتعب من المونتاج النهار كله تقعد تمنتج. يعني طب انا المنتج اللي لك انت لو ما تحب الحاجه هتقعد تمنتج وتصبر. ايوه وتستحمل. هي العنصر الاساسي. ونستنى من ربنا الفرج، ونستنى من ربنا اي حاجه. ان شاء الله ربنا هيوفقك طالما انت نيتك خير. ايوه اليوتيوب. وده اللي ودانا النقطه الثالثه يا جماعه، بس دي الرابعه الا وهي التوكل على الله عز وجل. الله اخويا هو بس كمان سنه هيشرح لك ازاي توكل على الله. ازاي الكلمه دي؟ يعني ازاي تتوكل على الله وانت بتعمل الحاجه دي؟ هو عامه التوكل على الله شيء لازم كأي مؤمن لازم يعمله في حياته، وفي اي شيء يعمله في حياته. مش هقول لك يوتيوب بس، انت لازم تتوكل على الله. فيعني من توكل على الله هو حسبه. يعني تقريبا التوكل على الله دوت هو من اهم الاشياء لنجاح. يعني دي حاجه اساسيه ان انت تتوكل على الله، وبرضه هي مطلوبه في كل ما تيجي تعمل قناه يوتيوب برضه. كمل. عايز اقول لك على حاجه، انت توكلت على الله واستمريت وعملت كل حاجه ومش نجحتش، الحياه اسمها
الخوارزميات. يعني ايه الخوارزميات؟ الخوارزميات ببساطة شديدة هي عبارة عن برمجة في اليوتيوب. انت مثلا كمستخدم بحب مثلا الكورة، فتفتح اليوتيوب، اول مرة تفتح اليوتيوب مش هيجي لك فيديوهات كورة. انا كمشاهد مش هيجي لي فيديوهات كورة. طب يجي لي ازاي؟ لازم اكتب مثلا عمل ميسي النهارده جاب كام جون، اكتب على هو هيبص، هي اول ما يشوف النشاط بتاعي هراح فين هيعرف انا بحب الكوره، وبالتالي هيجيب لي فيديوهات، هيقترح لي فيديوهات بتاع كوره. صح. هو اليوتيوب بيشتغل كده. هو اليوتيوب بيشتغل كده، فهو يعني دي حاجه اسمها خوارزميات. انت لازم تستمر، ما تيأس. بالنسبه ليك انت كناشر، يعني انت الوقت بتنشر. انا لما بقول لك لو انت مشاهد هي الخوارزميات كده انت الوقت راح تسمع فيديو، انما انت كناشر فيديو بتشتغل ازاي؟ اقول لك انا لما تيجي تنشر فيديو، تمام، مره مثلا الفيديو ده نشرته مثلا انت بحد مثلا كوره مثلا، ولا مش عايزين الكوره عشان ما نبقاش بسم الاثنين يعني شبه بعض، خلينا محتوى تاني يعني مثلا الجيم او العاب الفيديو جاتا بتاع، فنشرت فيديو جاتا، فانت ما جابش، نشرت فيديو تاني تالت رابع، هتلاحظ ان الافلام بتجيب وما تجيبش، يعني على حسب هي بدايه تقريبا اول يعني سنه على اليوتيوب او اول مثلا شويه اشهر كده بتكون حظ، يعني تجيب ما تجيبش. بعد كده الخوارزميات هتبدا ايه؟ تتعرف على محتواك وتوري محتواك ده لناس بتحب المحتوى ده، فبالتالي هتلاقي الملايين. فانت ما تستمرش شهرين ثلاثه وتقول لي انا ما نجحتش. لا يا حبيبي، انشر لي 200 فيديو على القناه بتاعتك ولا 100 فيديو، ايوه، وبعد كده تعالى ما نجحتش. أيوة. مش تشيل 5 فيديوهات وعايز تنجح. لا، اهم حاجه الصبر في اليوتيوب ده يعني الاستمراريه عايزه صبر، فلازم تستمر عشان اللي هو فكره الخوارزميات هي بتشتغل كده، منهم لله بقى اللي عملوا الخوارزميات دول. بس يا جماعه كده كان فيديو النهارده بتاعنا خلص، وانا بشكرك يا بس كمان سنه ديت لما القاهره مخصوص عشان تحضر معانا الفيديو دوت. لا عيب عليك يا اخي، طبعا انا الوقت اللي ماشي عشان القطر الساعه 8. لا استنى يا عم انا ماشيين. مش يا جماعه اشتراك اشتركوا يا جماعه، الحق القطر.